كنت هبوسها مشيت وسابتني. يا دين امي، وانا اقول السياحه مضروبه ليه في مصر؟ اهو بنروح نعر البلد. انا قاعد معايا اخو صاحبتي، بص عامل ازاي. ايه ده، انا حاسه ان انا هقوم ارضعه. يا بنتي نعمل عليها كوره، نعمل عليها بعد كده يجيب حته تانية ترند ابن مرة. هلا والله بالشباب، رجعنا تاني بفيديو ميمز جديد، ومش هننسى الفيديوهات اللي احنا عملناها. احنا بقينا نخش فيديوهين في الاسبوع، يعني احنا كده معديين الفلانشات. فاعملوا لايك وسبسكرايب كده يا جدعان، عشان احنا بنخش فيديوهين في الاسبوع. عايزين ايه تاني؟ محدش بينزل محتوى رياكت فيديوهين في الاسبوع، هو العبد لله علي واحد بس. فمن غير مقدمه كتير من غير نخش على الفيديو. وما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان تعرف كل جديد. وبس كده، يلا نخش على الفيديو. كنت هبوسها مشيت وسابتني. يا دين امي، وانا اقول السياحه مضروبه ليه في مصر؟ اهو بنروح نعر البلد. ايه رايكم بقى؟ اتصاحبت عليها. انت حطي ايدك على وشك، شكلك محجبه وقلعه الطرحه وماشيه. لا لا انت اللي محتشمه ما شاء الله انت يا سوزي، يعني انت اول ما تخنتي وربيتي فردتين، يعني بقيتي تلبسي دريسات. انا كنت بشوفك بدريس دي، انت كنت بتعبي نفسك لما كنت بتلبسي دريس. يا لهوي، دي بتفهم مصري. روحوني. تخافي من ايه؟ انا هطهرك. اهي من ضمن التجميعة سوزي وهي فلات. بصوا يا جماعة، يعني ايه ده يا جدعان ده؟ اهي سوزي وهي فلات. بتخافي من ايه؟ بحطلك بقى بفم. لو خلفت اخلف ابن اسميه ايه؟ شفت الفرق؟ شفت سوزي هنا برضو وشها مربرب ازاي ونتفت هنا والجودة بتاعت الصورة وبتاع. يا جدعان في فرق واضح قوي يا جدعان. انت يا سوزي انا بدأت اكرش عليكي، يعني ايه ده؟ سميها هارية، بس اسمه ام هارية. انا كل ما اقعد في حلو يا سوزي، متحاوليش تدي افيهات تاني، يعني متحاوليش تدي افيهات تاني. هو ترند الكور ده يا رب، بس يعني يا رب يخلص بالله عليكم كده يا جدعان، عشان اي حد بيتعمل له ترند كور. كافيه، الاقي واحد جايب صاحبته. ايه، مش ناوي تاخدني نقعد في كافيه نبقى مصاحبين زيهم؟ انا عايزه ارتبط. انا قاعد معايا اخو صاحبتي، بص عامل ازاي. ايه ده، انا حاسه ان انا هقوم ارضعه. يا بنتي يا جدعان دمها خفيف فشخ يا جدعان، عندها قبول ابن 100 غير طبيعي. نجح. اهي العفانة والمطرية. خش على المطراوي. الله لا تتشل تموت. ساعة اللايف لما كانت بتشتم ابوها اهو. اهي تتشل بس تموت. عمامي اللي بيجوا عندنا في العيد تيجوا بفاكهه، يا تيجوا ببيبس يا تيجوا بلحمه. جو العيديه ده ما بياكلش ولا بيشرب معانا. ما بتعملش كده تعورك يا عبيطه، لازم تبقي عامله سيب، لازم تبقي غاسله وشك بميه دافيه عشان ما تتفتح. دي بتشفط البربور دي. اهو عايز ايه تاني؟ بتقولك بيشوف البربور ده سوزي. يعني يا رب نخلص من سوزي على خير، يا رب يا رب نطلع من سوزي بس على خير. عم مصطفى اداني كيس اللحمه. يا دين النبي يا جدعان، واحدة في اللايف بتاعها، انا نقرب بقى، دي في اللايف بتاعها بيطلع لها بالأقل مثلا أقل حاجة 70,000 جنيه. 70,000 جنيه ده أصلا يعتبر عجل تاني. لحمة اللي تاخديها يا بنتي يا دين أمي. يا لهوي، خدت كيس اللحمه. اطلع اديله امي يا ماما. الوضع الشحاتة، مش هقول غير كده. ايه انت مستغرب صاحبك بينجح كل ترم ازاي هو مع الدكتور المادة في المكتب كل يوم؟ دكتور وحياة امك خلاص يا دكتور. خلاص يا رجالة، انتوا عملتوها بجد. احسن ساوند اتعمل عليه بتاع الدكتور دي. المشكلة كمان ان اصلا الساوند ده انا شفت الفيديو بتاعه حقيقي. كان واحد بيدعكله في السمانة، الدكتور كان بيفكله السمانة، فهو لازم السمانة عشان كانت شد عليه وكده وعجلت طبيعي وكان عامل صليبي وكده، فاكيد دول بقى خدوا الساوند بطريقة تانية
فعيب يعني رجاله. يا دكتور دي سمانة حرام عليك مش اهو مرتبة. بيقول له السمان، فهو افتكرها سمانه اللي هو خده يعني، بس يعني يا دكتور زق واحد من المترو. اوه شات ماي جاد. يا دين امي. بس ممكن يعني لو انا بصراحه مش عارف اعمل له حاجه، انا كفايه بس ان ربنا يعني مش عارف، ممكن اضربه. قد الدنيا بس قالت لي قرقوشي عن يدي بعيدة. ده قرش وواحده في البحر. عايشة عيشة غير العيشة. ايه ده؟ بص يا صاحبي، في المواقف دي يعني الجري نص الجدعنة، فانت ما تحاولش تتجدعن قبل ما تجري، اجري عشان تكسب الجدعنة، لكن دلوقتي لا. انت مثال عظيم اوي يا ابن مصر والبلدك. بيقول لك البنات في الكوافير يوم الوقفة. يا بنت الملكات. مبدئيا بسم الله الرحمن الرحيم، ليل طويل اللي هتفرق فيكم وانا بعد. ثانية بس، انا كتفي قرب يتخلع، يعني انا مش فاهم كده عشان اضحي بسببكم. اعمل لها الفتله هلدع. انجزيني بس عشان راجل لا ما مستنيني. تدلعيش، ما تدلعيش. بقول لك الراجل مستني، انا عايز راجل. حاجه بقى قد كده. قد ايه؟ لو راجل مستني. كده. جزء يا مزمزير عشان خارجه الصبح مع صاحبي. شوفوا اللي لابس اسمه ده، خديني في النص انا افشخ نفسي. انا مع صاحبك؟ مع عربيه يا بنت؟ لا انا مع الشفا. عايز يسمع. هو يا اسطى اكيد يعني هتعوزها هيعمل بيها ايه؟ هيزنقها. يا ابني ناس متدلعه. بعيد لا عنك. لا لا يعني في حته المفروض يشيلها من الكواليس لما قال له يا ابني الميت، فمش هينفع. المفروض الحته دي كان يقصوها في المونتاج. انا عامله للراجل في البيت كوارع عشان مش قادر. يا ولا ايه بحبوب ام وشك اللي في وشك. يا وليه الراجل راجع من السفر لازم اطلعه بره. هو يا جماعه قاعدين في المصنع بتاعهم مفيش شغل ولا في اي حاجه، نيجي نشوف مين اللبس يا جماعه مش لاقيين لبس. بسبب ايه؟ بسبب الرجاله عمالين يعملوا فتله لبعض، عمالين يعملوا تيك توك. لازم ايه؟ هطلعه. اطلعه؟ تبقي طلعيه ماشي؟ جزء بس يا مزمزير عشان خارجه الصبح مع حاضر صاحبي. يا حبيبي. ايه انت عايزه تروحي السينما عشان يتقفش لك يا مره؟ وانت مالك متغاظه ليه؟ عشان احلى منك. راح السينما عشان يتقفش. يا اسطى يا اسطى انت لو كاتب سكريبت وعاملها كده يا اسطى انت جامد فشخ. ده كوافير مش تعرف. كانت تعرف انت في حاجه. انا نفسي اخش كوافير حريم يا اخواتي عشان اشوف الدعاره اللي جوه عامله ازاي. الدبانة عاملة معايا الصح يعني. امتحانات ثانويه عامه كور. أنا بختار الإجابة اللي الدبانة بتقف عليها. يعني الدبانة أحسن من الطالب اللي قدامي لأن بقول له السؤال الرابع قال لي ماله. ايه؟ امتحان الفرنساوي صعب قوي، كله بالفرنساوي. ده محسوب الانجليزي. امتحان كان طب الطب يعني، يا ريت حاجه اسهل من كده يا ريت. ده بقى من النوعيه اللي هي اصلا ما بتحلش، او مثلا بتقول انا حليت وهي اصلا ما حلتش، فالامتحان طب الطب. كتبت لهم الباراجراف 15 سطر بالعربي وكتبت لهم من تحت انقل لي الترجمه. عادي يا عم، هينكر من تحت وقع. خلينا جهام ماشيين جهام مع الناس دي يا جدعان، دول عندهم تروما، دول محدش يلومهم. فنرجع ونقول ان ثانوية عامة دي محدش يلومها. ليه بقى؟ دول خارجين، مش خارجين، هم ما خرجوش. يعني اول حاجة عدوا رمضان ما خرجوش، عيد صغير ما خرجوش،
الفترة اللي هي ما بين العيد الصغير وما بين العيد الكبير، ده طبعا اكيد ما فيهاش خروج، دي كلها ايه دروس وسناتر وبتاع. في فترة بقى بتاعت العيد الكبير، لا دول مخرجوش، لا ده عادي. في بقى الفترة ما بين العيد الامتحانات، لا دي مراجعات، يعني دي معاك مراجعات عادي. فربنا يقويك يا اخواتي، وانا كمان شمشون بيدعيلكوا جامد قوي، وده الراعي الرسمي للقناة، فيبقى شمشون الجبار معايا كل فيديو. مثل هيقول اكفي الجدر على فمها. كريم غباوي كور. غير رزقك لم تحوش. يا جدعان لازم نعمل بتاع دي لما تلاقوها كده، اللي هي اللي بتلهوش دي، عشان الفردتين بتوع الفنانة هيفاقوها بيبينين قوي يعني. روح اتفرج على الفيلم وتعالى الحتة دي وبعد كده اتفرج عليها، انت تاخد الذنب. انا عن نفسي انا اخلي نفسي. ايه حكايه بيسه دي؟ الكفهان طالبها واخوه طالبها والدزار طالبها والبواق طالبها، ده انا جربت اطلبها. بيسه دي اللي هي اخته، انتوا فاهمين؟ اللي يتفرج على الفيلم، انا الفيلم ده انا من العيش. احنا هنضرب الحشيش ونضرب البيره ونضرب بعض. بس هو كده ده لما ضربوا بعض بالعصيان. يا جدعان انا بقول لكم في فيلم دكانش حتى ده العيش. متعود يعاكس كل البنات. اسمه ايه المدرس ده؟ ده لما مدرس راح يعاكس البت اللي هو كان ماشي معايا اصلا. هو اصلا عنده حوالي بتاع 40 سنه 45 سنه، والبت دي 3 سنه او في تانية سنه. فمدرس العربي باين كان بيعاكسها، فهو راح يضرب مدرس العربي. واسمه ايه؟ مسعود. يطلع عين امه، هي حصلت يعاكس بنات من كد عياله. اسمه ايه المدرس ده؟ صباح التكشير. مالك يا اخويا؟ شوف يا ابو الحاج، هلا هلا عداد الجد، هلا هلا عليه. وان كان حبيبك عسل سد واستريح. المفروض لو كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله وقال له سد واستريح، فنعمل عليها كور ونعمل عليها بعد كده يجيب حته ثانيه ترند ابن ارفع راس ابوك الحاج. شوف يا كرار، هلا هلا عداد والجد هلا هلا عليه. وان دلك الطوفان ما تلحسوش كله. اهو عكسه. وانت اخويا وصاحبي واكلين مع بعض عيش وملح، ورب اخ لك لم تلده اختك. يلا يا عمنا انجز. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. قول ورا. ورايا. اهو بقى نخش. نسيب بقى ترند الكور دي كده اتجوزها واحد عرباوي تاجر سلاح بيشتغل في المخدرات، اثار سيناوي، بيشتغل مع ابراهيم ناعو، بيشتغل غسيل اموال. ده محدش يستغرب. وبس كده نكتفي في هذا القدر من الفيديوهات، وكل مرة بإذن الله نحاول يعني نركز على سيت اب معين. والنهارده حاولت اركز على سيت اب عشان بس السيت اب التاني اللي احنا متعودين عليه بيتجدد. انا في اي ركن في الشقة انا هعمل لكم فيديو، انا بص مش هحل. وطبعا ما نسيت اقول لكم ان معايا شمشون الجبار يبقى معايا في كل فيديوهاتي. ده اسمه فيل، ده فيل، ومن ده نقول له فلافل. وبس كده، يلا سلام.